السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. زي ما انتم شايفين الفيديو النهارده مختلف شوية. النهارده حبيت اشارك معاكم دورة رمضان للفراخ. جبنا مع بعض كده شوية من الفراخ البيضة من الكتاكيت من اول ما بدأنا خالص، وهنبدأ مع بعض كده الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كده ده تقريبا كان رابع يوم عندي على الكتاكيت، ما صورتش من اول يوم. اول حاجة لازم تهتم بيها في الفراخ الايام دي، لازم تكوني يعني مختار المكان كويس، التدفئة كويسة، تحافظي على تدفئة الفراخ في الوقت ده. ان شاء الله تطلع معاكي يعني ان شاء الله تطلع معاكي الدورة كويسة، وان شاء الله تحصلي على اكبر اوزان. هنبدأ كده مع بعض الدورة معانا مع بعض من اول ما بدأنا فيها، وهقول لكم انا عملت ايه، وهقول لكم كمان على الادوية اللي احنا بدأنا ان احنا نستخدمها في الدورة دي. طبعا انا بقالي فتره طويله ما ربيتش الفراخ، فطبعا زي ما انتم شايفين اسعار الفراخ الايام دي يعني غاليه جدا. مش هينفع خالص ان انت تستني ان انت تشتري فرخه او اتنين. انا يا جماعه مربيه الفراخ دي في اوضه النوم، هقول لكم هنعملها ازاي، بس بعد ما تكبر شويه هننقلها في مكان تاني. لكن التدفئه الاولانيه في اي مكان قريب منك، علشان يعني الفراخ في الجو البرد ده ما ينفعش ان هي تتعرض لاي جو فيه هواء او برد او كده تتعب معاكي. مبدئيا انا معايا كده كرتونه كبيره، كرتونه زي هي كرتونه البوتاجاز او كرتونه غساله، يعني كرتونه يكون حجمها كويس. بعد كده بتفرشي في الكرتونه من تحت مشمع كويس كده، وشكارتين او حاجه من الشكاير اللي هي بتاعه الرز، او اي شكاير مشمع عندك، او وساس، اي شكاير عندك. ما عندكيش حط مشمع وحط عليه كرتونه. بعد كده بحط عليها برضو كمان حته كرتونه كده كويسه، عشان خاطر اعمل طبقه عازله كده للكتاكيت دي عن الارض، ما تبقاش يعني واصله للارض قوي، عشان تتدفى كويس. بعد كده بتحطي شويه كده من النشاره، من نشاره الخشب، بتجيبها من اي مكان عند اي نجار يعني بتتباع. بتجيبي نشاره الخشب دي. وكمان او ممكن لو عندك يعني في مكان ارياف ممكن تحط شويه تبن عادي، يعني المتاح عندك حطيه. المهم حاجه تدفي الفراخ من تحت، وكمان النشاره دي ما بتديش ريحه كده في المكان اللي انت فيه. بعد كده ببدأ ان انا افرد كده النشارة زي ما انتم شايفينها، وبعد كده بحط معايا العلف بتاع الفراخ. اول مرحلة في الفراخ دي في التربية بتاخد معاكي علف بادي. مرحلة اولى بياخدوا ياكلوا في العلف البادي ده من يوم، من عمر يوم لحد مثلا 15 يوم. ممكن تزودي عن كده لو هم محتاجين معاكي. بعد كده احنا في البدايه بنستقبل الفراخ دي على دواء استقبال، بتاخديه من عند من الدكتور اللي انت شاريه منه الفراخ ده. بتحط ربع معلقه كده في اللتر الميه. بياخدوا الدواء ده لمده مثلا لحد اليوم ال11. بعد كده بيبدأ ياخد دواء تاني للإسهال، علشان يعالج معاك الإسهال بعد الفترة اللي هي 11 يوم. طبعا الكتاكيت دي انا بغير المكان زي ما انتم شايفين، بس لازم تنقليهم من المكان اللي هم فيه قبل ما تغيري. يعني بتحطهم في كرتونة كده او حاجة تغطيهم وتدفيهم، او في طبق وتغطيه علشان ما يبردوش معاكي. وبعد كده بشيل الفرشة اللي تحتيهم وبغطي وبغير الفرشة دي. طبعا لو انت في اوضة او في مكان كبير، مش في مكان يعني مش في كرتونة زي دي، ممكن تغيري الفرشة او تزودي شوية نشارة على الفرشة اللي موجودة، بس في الاماكن اللي هي المبلولة. لكن طبعا عشان دي في كرتونة معايا في نفس المكان، فلازم ان انا اغير معايا الفرشة عشان تفضل تحتهم الفرشة ناشفة وحلوة، وكمان تدي يعني ما تعملش اي ريحة في المكان اللي انت فيه. زي ما انتم شايفين بيبداوا ياخدوا العلف اللي هو المرحله الاولى لمده 11 يوم، وبعد كده بنبدا لمده قصدي 15 يوم او 20 يوم، وبعد كده بنبدا نغير لمرحله تانية على طول. انا ما بستعملش المرحله الثالثه، انا بس بشتغل بمرحله اولى ومرحله تانية من العلف. اهم حاجه نوع العلف يكون نظيف، وتدفئه حلوه جدا للفراخ علشان ما تبردش معاكي، وان شاء الله تاخدي احسن نتيجه. هنكمل مع بعض الفيديوهات ان شاء الله. لو حابين السلسلة دي من الفيديوهات نكمل مع بعض، واقول لكم كمان على بقية الدورة وازاي بتكملي دورات التربية، وايه الادوية اللي هتحطها لها والوصفات. خليكم معايا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.